نعود وطنيا، حيث اعتقل أمس 6 أشخاص من المشتبه في تورطهم في أعمال شغب جديدة وقعت على طريق السيار بين مكناس وفاس بين أنصار فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي والحصيلة. جرح 8 بينهم لاعبان من المغرب الفاسي. روبورتاج سعاد زعتراوي ونجيب الطاهري. لم يخطر على بال عبد الإله الشاهد أن تتغير وجهة مشواره إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بفاس لإجراء عملية جراحية لإعادة الحياة لرجله اليمنى التي قطعت شرايينها. أصابع الاتهام تشير إلى هجوم مسلح لمشجعي فريق الجيش الملكي. وقفوا علينا، بقاو تينتفوا فينا بالإشعاف باش يقتلوا فينا بدون الرحمة. شحال من واحد ضربوا، شحال من واحد تكرفسوا عليه. الطوموبيله كانت 207 غادا في الطريق حبسوها، حتى 207 اللي تمشي باش نهربوا واخا تضربوا تمشي حبسونا 207 بالكيران ديالهم في الطريق. لا يمكن لأي كان أن يفهم كيف أن الجمهور المشجع يتحول إلى عصابة مسلحة تعترض الطرق لتندلع معركة حامية الوطيس دارت رحاها بمحطة الاستراحة بالطريق السيار الرابطة بين مدينتي مكناس وفاس. ما عندنا معهم، ما لعبنا معهم، ما عندنا عداوه معهم، ما عندنا حتى شي حاجه. واليوم حشومات هذه الفوضى اللي كاينه، تنتمنوا بان وزاره الداخليه النيز وتنعاود وزاره الشبيبه حتى هما يدخلوا، لان هادشي راه ما خصوش يبقى في هادشي ديال الكره. حرام هادشي يكون بان الشعب بحال هكا تيتكرفسوا عليه يا عباد الله. اعتقل الدرك الملكي بمكناس 6 مشتبه بهم، بينهم قاصر سيتم تقديمهم للعدالة صباح غد. وأصيب في الحادث 8 أشخاص بينهم لاعبا المغرب الفاسي. هي آخر حصيلة فوضى الجمهور الكروي، وكأن الملاعب لم تعد تتسع لتصرفات المشاغبين. هذا هو الحال عندما يغيب المنطق وتتيه الروح الرياضية بين المدرجات وحتى الطرق.